بص يا معلم، بيبدأ الفيلم بشاب اسمه توماس بيحلم انه ماشي في الصحراء وبيلاقي قدامه سرير بيحرسه تمثالين شكلهم غريب، وعلى السرير بيكون في بنت جميلة نايمة. فبيروح توماس وبيحاول يصحيها لكن بيجيله صداع شديد بيعذبه. وهنا بيفوق توماس من الحلم وبيكون عايش في شقة بسيطة، وبتكون رسوماته متعلقة حواليه في كل حتة لأنه شغال رسام وقليل لما بينزل من شقته. وبيجي صاحبه يجيب له الفطار وبيعرض عليه يروح معاه حفلة في بار لأنه لازم ينزل من الشقة وإلا هيتجنن، ولكن توماس كالعادة برضه بيرفض. ولما بيحاول ينام تاني بيحلم بنفس الحلم وبيصحى مرهق جدا، فبيضطر يروح لدكتورة نفسية ويحكي لها اللي بيحصل له، وإنه لما بيحلم الحلم ده ما بيقدرش يتحرك من السرير بسهولة. فبتفهمه الدكتورة إن اللي بيحصل له أول ما بيصحى ده اسمه شلل النوم، وفي ناس كتيرة زيه، وإن عقله اللي بيخلق البنت دي وبيشوفها في خياله بس. وبتنصحه يعمل علاقات خارجية مع العالم الطبيعي ويسيبه من الانطوائية اللي هو فيها. فبيروح توماس جنينة وبيرسم التمثالين اللي بيشوفهم، وبتجيله مكالمة من محامي بيقوله يجي ضروري لاستلام ورثه. ولما بيروح بتقوله الموظفة إن عمه كلايف اتوفى وساب له بيت ملكه لأن هو الوريث الوحيد ليه. وبيشوف شكل البيت بيعرف إنه شاف البيت ده في حلم قبل كده، وبيعرف إن البيت على بعد 3 ساعات، وإن عمه كلايف لقوه منتحر في بحيرة جنب البيت. وهنا توماس بيشوف الورق اللي خده وبيلاقي عمه بيحذره ما ينزلش أوضة البدروم عشان مقفولة لسبب معين. فبيتحرك توماس وبيوصل للبيت وبيلاقي الباب مقفول فبيكسره، وبيلاقي تماثيل كتيرة جوه ورموز غريبة منقوشة على السقف. وأول مكان بيروحوا البدروم عشان يعرف عمه ليه حذره منه. وفجأة بيسمع صوت ورا الباب، فبيطلع بيلاقي واحدة اسمها ليندا من مكتب المحاماة، وبتكون جاية تسلمه مفاتيح البيت، وبتقوله في خلال أسبوع هيجي سمسار عشان لو عاوز يبيعه، وبتطلب منه تقرا الرسالة اللي عمه سابها. فبيستغرب جدا وما بيردش عليها فبتمشي. وبيطلع ينام أول ليلة في البيت، وساعتها بيحلم بالبنت اللي مسميها الجميلة النائمة، وبيكون أول مرة يقرب منها وهي بتصحى من النوم. وبتقوله إن المرة دي هو أقرب ليها من كل مرة، وإن اسمها الأميرة براير. وفجأة بيصحى من النوم وبعدها بيروح يجيب مقاول يصلح البيت. فبيقوله المقاول إنه عايش في المدينة وفي قصص كتيرة بتقول إن في ناس كتيرة اختفوا في البيت ده، لكن الشرطة ما قدرتش تثبت أي حاجة، وإن عمه فضل قاعد في البيت ما بيظهرش مدة طويلة. بعدها بيروح توماس لأرشيف المدينة عشان يشوف كل سجلات البيت، وبتتخض الموظفة لما بتعرف إنه ساكن في البيت ده، وبتعرفه مكانها. وبيفضل يتفرج على تصاميم البيت عشان يعرف لو في أي أوض مخفية، وبيكون عاوز يعرف معلومات أكتر. فبيروح لواحدة اسمها ليندا وبيطلب منها تساعده. فبتقول له ليندا ان اخوها مات في البيت ده غير 53 شخص ماتوا في اخر 125 سنة وتسجلوا كلهم حالات اختفاء. وفجأة توماس بيتعب وبيقع على الارض وبيفقد الوعي، وبيرجع من تاني للحلم بتاع الاميرة براير، وبتقول له ان هو الشخص الوحيد اللي يقدر يحررها من البيت اللي هي ملعونة فيه لانه بقى صاحب البيت. وفجأة بيصحى توماس وبيلاقي ليندا بتقوله لما تعب خدته المستشفى ورجعته تاني لما بقى كويس، وقررت تساعده يمكن تعرف حاجة عن اخوها اللي اختفى. وبتحكي له ان اخوها جه البيت هو وحبيبته وهم سكرانين، ومن بعدها محدش شافه تاني. وبعد ما بيخلصوا كلام بينزلوا البدروم عشان يوريها المكتبة الحديد اللي حاول يفتحها، وبياخدوا بالهم ان في اثر دم من فترة طويلة. فبيخمن توماس ان الاوضة بتتفتح بالدم، وبيجرح نفسه وبيدوس على الزرار وبيلاقي الاوضة اتفتحت، وبيدخل يشوف الحاجات اللي جواها، وبيلاقي قدامه كتاب بيفتحه عشان يقرا اللي فيه. وفجأة الانوار بتطفي وبتظهر تماثيل كتير بتحاول تمسكهم، فبيهربوا بسرعة بره البيت ومعاهم الكتاب. وبيلاقوا واحد بعربية بيقول لهم اركبوا فورا عشان يهربوا من المكان، وبيكون الشخص ده اسمه ريتشارد تبع ليندا، وبيكون متخصص في الظواهر الخارقة للطبيعة. وبيروحوا كلهم لبيت ليندا وبتدخلهم المعمل اللي بيعملوا فيه الصور، وبتكون قدرت تصور الأشباح اللي بتظهر في البيت. فبيأكد لهم ريتشارد إن البيت مسكون بجن أو شيطان عنده القدرة على التحكم في الجماد زي التماثيل. لكن طبعا توماس ما بيهتمش بكلامهم لأنه لازم يرجع البيت، ولو مرجعش هيموت من التعب لأن الموضوع مرتبط بعيلته والسلالة بتاعته. وهنا توماس بيفتح الكتاب وبيشوف صورة الأميرة براير وهي نايمة، فبتجيله فكرة إنه يحرر الأميرة ويكسر اللعنة ويهرب من البيت من غير ما يتأذي. وبعدها بيشوف صورة الوحش زي اللي شافه في حلمه، فبيقول له ريتشارد إن ده الشيطان المتخفي، وإنه بيحرس الأميرة عشان تفضل نايمة ويمنع أي حد يقرب منها. وبيحاولوا يترجموا الكتاب لكن بيفشلوا، فبيلجأوا لواحد اسمه دانيال، وبيقول لهم الترجمة هتاخد وقت وهيفضلوا عنده لحد الصبح. وبيكون المقاول جيل توماس وبيفضل يدور عليه في كل حتة، ولما بيدخل الأوضة بتاعته بيظهر وحش بيهجم عليه وبيقتله. في الوقت ده بيكون توماس نايم عند دانيال وبيحلم بالأميرة من تاني وبيشوفها بتتعذب. وهنا دانيال بيصحيهم وبيقول لهم ان الكتاب بيقول ان جد توماس عمل اتفاق مع الشيطان من خلال التضحية بعروس عذراء،
وإن في ملكة مدفونة في البيت في مكان خفي. وهنا توماس بيتعب فبيقول لازم يرجع البيت فورا، ولما بيوصل البيت بيلاقي المقاول ميت وبيعرف إنه لازم ينهي الموضوع ده فورا. فبينزل مع ريتشارد وليندا البدروم عشان يحاولوا يوصلوا لمكان الأميرة براير، وبيدخلوا نفق بيفضلوا ماشيين فيه وبيلاقوا قدامهم تماثيل كتيرة جدا، وبتشوف دانيال تمثال شبه أخوها بالظبط. فبيفهموا إن كل اللي ماتوا في البيت ده اتحولوا لتماثيل، ومن ضمن التماثيل أخو ليندا اللي دخل البيت مع صاحبته. وبيكملوا مشي لحد ما بيوصلوا الأوضة بيحميها وحش غريب. فبيحاول توماس يوصل للأوضة وبالفعل بيلاقي الأميرة براير وبيحاول يصحيها، ولما بتصحى بتشكره وبتهجم على الحارس عشان تخلص منه. وبعدها بتختفي براير وبتاخد معاها توماس. وبيكون دانيال قدر يترجم باقي الكتاب، وبيكون مكتوب فيه إن دم العيلة كلها ملعون بسبب الشياطين، وإنهم بيستحوذوا على جسم أي حد من العيلة عشان يرجعوا تاني للحياة. وبتكون براير استحوذت على جسم توماس وقدرت تتحرر بسببه. وبيخلص الفيلم على كده.